وصفتنا النهارده معاكم هنعمل الكبده الاسكندراني، سر من اسرار الكبده الاسكندراني بتاعت المحلات. النهارده هنعمل احلى طريقه للكبده الاسكندراني من غير اي بهارات كتيره ولا بهارات غريبه، وبتطلع معانا احلى متجهزه بكتير قوي قوي. لما تجربوا الوصفه دي مش هتغيروها وهتعتمدوها ومش تعملوا غيرها ابدا. هي دي وصفتي المعتمده للكبده، انا ما بعملش غير الطريقه دي. حلوه قوي قوي وطعمها بيبقى جميل وليها ريحه حلوه قوي قوي مميزه. انا جايبه الكبده البلدي من عند الجزار، بقطعها بس بحطها في الفريزر ساعتين او 3. لازم تكون مجمده معايا عشان اعرف اتحكم في تقطيعها. بقطعها شرايح رفيعه زي ما انتم شايفين، او تقطعوها مكعبات صغيره، تقطعوها شرايح كبيره. التقطيعه دي ترجع لكم انتم. معايا بقى جايبه قرنين فلفل ضربهم في الكبه، فرماهم في الكبه، واحط عليهم معلقه توم مفروم، معلقه كبيره توم مفروم، واحط عليها معلقتين خل، كتر الخل شويه، احط عليها شويه خل حلوين. وبجيب البهارات معلقه كبيره ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسود صغيره. انا مش بحط عليها فلفل اسود كتير. وبقلب كل ده، بجيب بس بحط عليها ليمونه، عصير ليمون، بعصر عليها عصير ليمونه كبيره. وبقلب كل اللي انا عملته ده مع بعضه. وبكون مقطعه الكبده ومجهزاها، بس الكبده ما بتتغسلش، انا بقطعها وبظبطها وبحطها في الطبق، بجهزها لحد ما اعمل التتبيله بتاعتها واظبطها، واحط اضيف التتبيله عليها. هحط معلقه كبيره من التتبيله دي على الكبده، يعني انا مش هحط كل ده. انا هجيب الكبده اللي انا مقطعاها زي ما انتم شايفين شكلها، مقطعاها هين ومظبطاها، احط عليها لو عندي ليا ضاني انا بحط منها حتتين، او لو عندي دهن انا بجيبها مع الكبده من عند الجزار، بحط عليها حتتين دهن، بقطعهم عليها زي ما انتم شايفين كده. انا هجيب معلقه كبيره من التتبيله دي واحطها على الكبده اللي انا مقطعاها ومظبطاها. معلقه كبيره بس، مش هحط كل التتبيله، باقي التتبيله انا هسيبها معايا، هحتاجها واوريكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. هقلب الكبده دي كلها على البهارات وكل اللي انا عملته ده كده، هقلبها تقليبه حلوه مع بعضها واسيبها ساعه. يعني انا مش بقلبها واعملها على طول في نفس الوقت، لا انا بسيبها في قلب التتبيله دي ساعه، هتشرب من التتبيله وهتدي ريحه حلوه قوي قوي. وهجيب طاسه على النار وهحط فيها، اسخن الطاسه قوي، ما يبقاش فيها ميه ولا اي حاجه، اسخنها جامد قوي، وهضيف عليها زيت غزير، احط شويه زيت حلوين كتير، لان هي اساسا هتستوي في زيت كتير عشان ما تغمقش مننا. وبقيه البهارات اللي انا كنت راكناها في الطبق هحتاجها وهحطها دلوقتي في قلب الطاسه على الزيت قبل ما ابدا ان انا اسوي الكبده. اسخن الزيت قوي معايا، لازم الزيت يسخن، ما ننزلش بالكبده الا لما الزيت يكون ساخن قوي، علشان خاطر الكبده هتفتح، تدي لون فاتح قوي وبياض فاتح مننا. هقعد اقلب البهارات والحاجات اللي انا حطاها دي، هقعد اقلبها كتير لحد ما احس ان الزيت سخن قوي، وهنزل بقى بالكبده عليه. خلاص انا بقى شميت ريحه البهارات، الريحه بتبقى طالعه فظيعه، شميت ريحه التتبيله اللي انا حطاها دي كلها مع البهارات بتدي ريحه حلوه قوي. هنزل بقى بالكبده اللي انا عاملاها زي ما هي كده على نار عالية، ما بوطيش عنها، انا بفضل سايبه النار عاليه عليها علشان خاطر ما تنزلش الميه بتاعتها. انا مش عايزه الكبده تنزل ميه، هي ان الكبده ما بتاخدش سوا زي ما انا شايفاها. هبدا اقلبها وهنشوف مع بعض دلوقتي بتبدا لونها يفتح بقى، بتبقى بيضه قوي، لو وطيت عنها هتبدا ان هي لونها يغمق وتنزل ميه ومش تبقى حلوه. هي الكبده سواها على نار عاليه، ان هي ما بتاخدش سوا، هي 10 دقايق الكبده وبتستوي وبتخلص على طول، ما بتاخدش سوا كتير، ما بتحتاجش مننا سوا. فبفضل سايبه النار عاليه عليها، ومش هحط عليها اي حاجه تاني. انا هفضل اقلب فيها لما لونها هيبقى فاتح قوي قوي كده، وهكون مجهزه معايا 4 5 قرون فلفل، اللي عايزه سبايسي عايزه بارد، دي حسب الفلفل ده حسب رغبتكم، بس هي بتحب الفلفل كتير، يعني باستثناء الفلفل اللي انا حطيته القرنين الصغيرين اللي انا ضربتهم في الكبه مع التتبيله، لا هحط فلفل تاني بقى، بس هحط الفلفل لما الكبده توصل ان هي خلاص هتستوي و10 دقايق وهطفي عنها. يعني انا كده هضيف الكبده، الفلفل على الكبده هيكون خلاص الكبده استوت، هي 10 دقايق بس على النار، وهبدا او 5 دقايق خلاص ان انا هطفي عنها عشان الفلفل ما يتبلش معانا. هقلبها بس تقليبه لمده 5 دقايق تاني على النار. هي عامله صوص معايا هين وجميله قوي قوي وطريه كده وليها طعم، والريحه بتاعتها بقى فظيعه. انتوا لما تجربوا الطريقه دي هتعتمدوها مش تعملوا غيرها. انا ما بعملش غير الطريقه دي، حلوه قوي واسهل طريقه واسرع طريقه. بس هتفرق قوي لو تبلتوا الكبده سبتوها ساعه ساعتين، بتبقى في التتبيله بتعمل ليها ريحه وطعم حلوين قوي. انا بتبلها وبسيبها الوقت ده، ولو عملتها في نفس الوقت برضو هتدي نفس الطعم ونفس الريحه، بس بتبقى افضل، يعني الريحه فيها والطعم بيبقى واضح قوي. زي ما انتوا شايفين كده ما غمقتش معايا،
انا سايبه النار عاليه زي ما هي، قلبتها خلاص بقى كده. انا طفيت عليها، الفلفل اهو باين، ما تبلش فيها خالص وما بقاش موجود ومش باين، لا الفلفل موجود اهو وواضح فيها. هي الوصفه دي جميله، وانتوا لما تجربوها هتحبوا الوصفه دي قوي وهتحبوا طعمها. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، واستنوني بقى في وصفه جديده من وصفات مطبخ نوجة.